عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. عايزة قبل ما نبدأ نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل النهاردة الكحك في البيت بالطريقة التقليدية العادية جدا بتاع أمي وأم جميع الأمهات. هكتب لكم المقادير على الشاشة قبل ما نبدأ، يعني في اللحظة دي هتلاقوا المقادير على الشاشة، خدوها سكرين عشان انا عايزة اتكلم معاكم في الفيديو بأريحية، مش عايزة ان انا افضل كل شوية اقول ده كذا وده كذا. فانا هكتب لكم المقادير عشان نتخلص من الخطوة دي واعرف ان انا اتكلم معاكم عادي. اول حاجة هبدأ بيها وهي دقيق الكوثر. دقيق الكوثر دقيق متعدد الاستخدامات، هايل جدا في النواعم، سعره مناسب، تقدري تعملي بيه جميع الاستخدامات بتاعتك لشغل العيد. نيجي تاني حاجة للسمنة. تقدري تستخدمي سمنة بلدي بقري او جاموسي او علب عادية او تخلطي بين الاتنين، وكل واحد وحسب مقدرته، دي بترجع لقدرة كل انسان. اول حاجة هجيب معايا السمنة. ده كان 550 جرام من السمنة، عليهم 10 جرام سمسم. انا تاني بقول معاكم المقادير بس هرجع واقول لكم، خدوها سكرين من اول الفيديو. بحب احمص السمسم في السمنه عشان انا اخد القرمشه الحلوه دي تبقى معايا طازه. معايا كيلو دقيق هنزل عليه بريحه الكحك، وذره من البيكنج باودر، وسكر البودره. وكده انا معايا المواد الجافه كلها على بعض. تمام كده، لحد كده الوضع سهل جدا. معايا كوبايه ميه 225 ملي من الميه، عليهم 5 جرام خميره اللي هو بما يعادل نص كيس الخميره. الميه تكون دافيه معايا عشان الخميره تشتغل. انا كده معايا المواد الجافة، بقلبها كلها في بعض قبل ما احطها على العجان. وما تنسوش ذرة الملح يا جماعة. هنا كنت خلاص الدنيا معايا تمام. تجيبي بقى السمنة بتاعتك بعد ما سخنت وتسمي بالله تسمي بالله تسمي بالله، وتنزلي بيها على الكحك. انا عامله معاكم الكحك النهارده على الطريقه على السخن، بطريقه الكحك على السخن، عشان انا عايزه اتجنب اي لا قدر الله اي خساير او اي خساره، او لا قدر الله ان هو يعفن. هو ان شاء الله مش هيحصل له حاجه حتى لو على البارد، بس انا بفضل الطريقه دي. اهم حاجه في الكحك انك تبسيه. عندك عجان اضربيه في العجان، ما عندكيش عجان استني لما العجينه تهدى وخديها بايديكي كده ولحد ما تتاكدي ان الكحك بتاعك اتبس كويس. انا شغلت هنا العجان واتاكدت ان العجينه بتاعتي اتغلفت بالسمنه من كل حته. طب ضربتيها قد ايه؟ حوالي 10 دقايق. شايفين كده العجينه بتلزق؟ يعني الدقيق شرب كل السمنه معايا. الحمد لله النتيجه باينه من اولها ان هي نتيجه ممتازه. كنت بكمل ضرب عشان يعني طول ما انا ما حطيتش ميه اقدر ان انا اضرب براحتي. هنا بقى نزلت بالسوائل اللي هي الميه بتاعتي والخميره. اول ما انزل بالسوائل، اول ما السوائل بتاعتي تختفي اوقف ضرب، ما زودش عشان العجين بتاعي ما يعملش معايا عرق. اضرب العجينه لحد ما تلم معايا. بصوا هي بقت ما شاء الله زي الملبن قدامكم. انا كده العجينه بتاعتي كانت ما شاء الله اللهم بارك ولا غلطه. طب ايه اللي انا بعمله ده؟ انا بعمل اختبار للعجينه، باخد حته كده وبدوس عليها. ما شققتش معايا يبقى انا عجينتي مظبوطه 100%. طب لو شققت عايزه شويه ميه. طيب لو حطيت لها شويه ميه ولسه مشققه يبقى العجينه دي محتاجه تتخدم. تاخديها كده بين ايديكي حته حته وتشتغلي فيها، هتلاقيها معاكي زي الفل. هقولك بقى الحاجات اللي قابلتني وضايقتني وقدرت اتصرف معاها ازاي. اول حاجه هتكلم يعني معاكي عليها هي التسويه. وافضل تسويه تسويه الالمونيا يا جماعه. انا غلطت ان انا سويت جزء في صاج البوتاجاز. التسويه بتاعته ما كانتش احسن حاجه، وانا يعني دي امانه بيني وما بينكم عشان لو حد عمل نفس الموضوع ده. سوي في الصواني بتاعتك عادي، ما تستعجليش. انا قلت صاج الفرن هياخد معايا اكتر، بس تسويته تعبتني عن الصواني كانت ما شاء الله طالعه زي الفل. تاني بقى غلطة هي البصمة اللي انتوا شايفيني شغالة بيها دي. بجد دي لو قابلتكم في اي مكان اوعوا تشتروها. سيئة 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 يا جماعة. الرسمة بتاعتها ما كانتش بارزة من وانا بعمل العجينة، وكنت متأكدة ان الرسمة بتاعتها مش هتطلع على الكحك. ده كان شكل الكحك بعد ما طلع. بالنسبة للتسوية كانت ما شاء الله شكله وريحته تحفة. وكنت عاملة جزء برضو بالعجوة بوريهولكوا. شايفين نعومة وذوبان، كحكة مظبوطة على الشعر يا جماعة. جواها عجوة، عملت بالعجوة وعملت
سادة. بس انا هنا اللي كان مضايقني ان الرسمة اللي على الكحكة يعتبر ما كانتش موجودة، وانا الكلام ده مرضانيش بالمرة. لكن انتوا شايفين الكحكة ما شاء الله المقادير مظبوطة. دي بس الغلطة اللي كانت مضايقاني. وانا يعني لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي لي لايك وفولو وكومنت حلو، عشان انا فعلا تعبت في الفيديو ده ولسه ليه تكملة. عملت مقدار تاني من العجينة بنفس المعايير الاولانية، وقسمت نص المقدار. ركزوا في اللي انا هقوله ده، قسمت نص المقدار، نصه عجنته بالمية ونصه عجنت باللبن. تمام كده، يعني قسمت ال 225 ملي، قسمتهم نصهم مية ونصهم لبن. النص اللي عجنته بمية ده كان كحك، عملته كحك عادي جدا. النص اللي انا عجنته باللبن ده عملته قراقيش بالعجوة. تمام كده، تمام. حتى لون العجينة فاتح عشان معجونة باللبن. خدت بقى العجينة بين الأكياس وبقيت أفردها زي ما انتوا شايفين كده بطريقة مبسطة جدا. فردت العجوة، والعجوة دي كنت حطاها في الميكرويف 30 ثانية بمعلقة سمنة عشان تتفرد معايا كويس. وبقيت بقى أعمل الطبقات كده وتساوي الطبقات فوق بعض، واشتغلي بفن عشان تطلعي قراقيش ما دقتيش في جمالها. بدأت أسوي الطبقات ببعض وأظبط كده بقى، وقعدت يعني ايه برواقة كده أظبط الدنيا، وحتة حتة وافرد بين الأكياس. زي ما انتوا شايفين الخطوات والله سهلة، بس أهم حاجة ما يكونش جنبك أطفال زي أطفالي كده يعني. الحمد لله إن عدى على خير وخلصت. شايفين شكل الصباع القراقيش طالع عامل ازاي؟ بصراحة كان جميل، وبعد ما استوى كان دايب دوب. اعملي بقى الأشكال اللي انت عايزاها. رجعت بقى هنا بيكو للكحك تاني، وده المقدار التاني اللي انا عملته، عشان زي ما قلت لكم كنتش راضية خالص عن الاشكال بتاعة المقدار الاولاني. لو لقيتوا البصامة البلاستيك دي يا جماعة اشتروها فورا، بجد سعرها حاجة بسيطة جدا، وفي نفس الوقت رسمتها خطيرة، ولا بتروح ولا بتسيح. انا متأكدة من العجينة بتاعتي مليون المية. فكان لازم اغير البصامة عشان اوريكم وما طلعش باي غلطة ليكم. هنا كنت سويت كده كام واحدة كده اكلهم مع كوباية شاي، وزودت عليهم السوا شوية عشان يقرمشوا، عشان انا بحبها كده. شكلها كان جميل. هنا برضو بقيت الكمية كانت اللهم بارك ما شاء الله. بقول لكم ان العجينة كويسة مليون المية، والرسمة ثابتة فيها. وده كان شكلها في الفرن. انا مورياكم جميع التفاصيل يا جماعة، مش مخبية عليكم ولا تفصيل. ما شاء الله اللهم بارك. دي الكمية اللي كانت طلعت لي. القراقيش بتاعتي لونها ذهبي جميل وطرية كده من جوه ومقرمشة من بره. احلى من احلى فرنة تقدري تعمليها في البيت بكل سهولة. اسفة على الاطالة ورغيت معاكم كتير النهاردة، بس فعلا انا بجد مبسوطة بالنتيجة. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة، ولايك وكومنت لصفحة الفيسبوك. بحبكم جدا، وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.